السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا بالجلوس. إن الفرنسيس ما حضروا إلى هذه البلاد إلا بإذن من الباب العالي، ولابد أنت أيها الوزير بكير عندك الخبر والعلم بذلك، ولتساعدنا القوة عليهم وعليكم. لا يصح منك هذا الكلام أيها الأمير، إن الدولة العليا لن تسمح بحدوث هذا الأمر على بلاد الإسلام، فدعوكم من الكلام وشدوا هممكم للحرب والقتال، وقدموا زواتكم للمغازاة وفوضوا الأمر لله. أي مغازاة وأي ذوات تلك التي تتحدث عنها يا باشا؟ والمماليك وأنتم قد تركتم الحدود خاوية أمام الأعداء والكفرة. إذا كنت تريد أن تتحدث عن المغازاة فلنقاتل جميعا، الجند والرعية، ولتعطي الشعب سلاحا، فهو الوحيد الذي لديه الحماسة والقوة لسد عجز الجيش. أما نحن يا سادة فسنبدأ من الآن في الدعوة إلى الجهاد. أنا لا أقبل هذا الكلام، وليكن حسابنا بعد النصر. أي نصر هذا الذي هو من ورق؟ نربك، أنتم من أعطيتم الفرصة للفرنسوية بمغازاتنا، بمعاملتكم السيئة لتجارهم وانحيازكم لتجار الإنجليز، فأوقعتم البلاد في ورطة. أتستغل احترامي للشيوخ والعلماء؟ الزم مكانك يا سمين يا براوي، فأنت ما زلت شيخ صغير تحبو في حضرة الكبار. اعدل لجلستك واحسب لكلامك. أيها الشيوخ، لا مجال الآن للحديث عن الماضي، ولنحسم أمرنا. سقط الثغر في يد الفرنسيس، فماذا ننتظر؟ اسمع يا وزير بكير، ستبقى هنا لحماية المحروسة، وتحشد قواتنا على ميناء بولاء النهري أنت وإبراهيم بيك، وسأخرج أنا لملاقاة الفرنسيس في الرحمنية لأقطعهم كما يقطع الشمام. لا تقلق، سأرتب هذا مع شيخ البلد. ولكن قبل أن تبدأ المعركة يجب أن يبادر النصارى، فهم على ملة الفرنسوية. لا، أنا لا أتفق معك في ذلك، فلم نجد منهم أي حماسة للفرنسوية. أنا أيضا أتفق مع الشيخ المقدسي في هذا الرأي. إن النصارى رعية الوالي، فلا يجوز لأحد قتلهم، فإن هذا من شأن الباب العالي، وإن الصواب في رأي الشيخ المقدسي، فاسجنوهم إذا لزم الأمر. فليسجن 65 تاجرا من الفرنسوية في القلعة. تفضلوا يا سادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين شيخ الأزهر؟ الشيخ الشرقاوي توعك ليلة أمس بعد سماعه الخبر المشؤوم. تفضلوا بالجلوس. ليس الشيخ الشرقاوي وحده من توعك يا سيد عمر، بل المحروسة بأكملها، ولكننا جئنا لنتدبر أمرنا. ما رأيك يا إبراهيم بيك أنت والوزير بكير فيما حل علينا من بلاء؟ انسحاب مراد بيك من شبرخيت ليس معناه الهزيمة، لقد انسحب من أجل أن يستعد إلى معركة أخرى مع بونابرت، وستكون بمبابة بالبر الغربي للنيل. أما العلماء فعليهم الدعوة إلى تجميع معدات للدفاع عن المحروسة ونصبها في بولاق على الشاطئ الشرقي في النيل، وجمع الأموال والتبرع بالأقوات للمجاهدين. ما نقدر عليه الآن يا بكير باشا هو الجهاد والدعوة له، وسنكون في الصفوف الأمامية إن شاء الله، وسيخرج كل أهل المحروسة عن بكرة أبيهم على قلب رجل واحد، وسنهزم الفرنسيس. أما الحديث عن جمع الأموال فهذه الأموال موجودة في خزائن أمراء هذا البلد، وليست في بيوت الفقراء والبسطاء من العامة، أو في مخابئ الأمراء في الريف. ماذا تقصد يا سيد مكرم؟ لا شيء يخفى على أهل المحروسة يا إبراهيم بيك، وأمراء المماليك يفعلون كل ما في استطاعتهم من أجل تأمين أموالهم، بينما البلاد تتعرض للغزو. فلا يتحدث أحد عن جمع الأموال من البسطاء والفقراء، فأمراء هذا البلد لم يتركوا لهم سوى الفقر والحاجة والجوع. حضوري هنا في ضيافة السيدة نفيسة يحول بيني وبين الرد عليك. اهدأ بكير باشا، تفضل. نعم يا سيد مكرم، أتفهم انفعالك وثورتك العارمة، ونحن نفخر بمجاهد مثلك ومثل كثير من الشيوخ والعلماء، ولكني أعتب عليك أن تستأثر لوحدك بحب مصر.
لا أحد ينكر على أم المماليك علمها وفضلها وحبها للمصريين وعطفها عليهم. أشكرك سيد مكرم. اسمحوا لي في هذه اللحظة، هي لحظة مواجهة الخطر الذي يحيط بنا جميعا، فقد أرسل مراد بك خطابا لي في الصباح وليبلغكم بما فيه إبراهيم بك. يستعد مراد بيك للقتال في امبابة بالبر الغربي للنيل، وسأقوم أنا والوزير بكير بإقامة المتاريس بين امبابة وبشتيل. أما العلماء فسنتفاوض معهم إلى تجميع معدات لنعسكر بها على الشاطئ الشرقي للنيل. ما رأيك يا شيخ صاوي في إقامة المتاريس من بولاق إلى شبرا؟ هذه فكرة رائعة يا سيد مكرم، ولنبدأ على الفور في دعوة أصحاب الحرف والحدادين لعمل المتاريس والخروج بالسلاح. وما الذي سيقدمه الباب العالي في هذا الشأن يا بكير باشا؟ لقد أرسلنا للباب العالي طالبين تعزيزات سريعة لجنود مراد بك. وأنت يا سيد مكرم عليك والشيخ صاوي وباقي العلماء باستنفار الناس للقتال. اسمحوا لي أن أشارك في التجهيز للخارجين في الجهاد من مالي أنا يا سيد مكرم الذي ربحت طوال السنوات الماضية من تجارتي. على خيرة الله، بارك الله فيك وفي تجارتك أيتها السيدة الفاضلة الكريمة. أنا هلحق نصوح باشا في مركز القيادة في الجمالية، وحسن بيك جداوي هيقف عند الرواعي. واحنا كمان يا ألف بيه بخصوص المدافع اللي انتوا جبتوها من عين شمس، ممكن نصلح المعطوب منها ونضرب بيها. أنا وعلي اتعلمنا كتير من الفرنسوية. كل اللي محتاجينه مكان نجهز فيه نفسنا عشان نقدر نجهز فيه السلاح. إذا كان على المكان، بيتي قدامك أهو واسع ومتجهز وتحت أمركم. على خيرة الله. ضروري نركب المدافع في الأزبكية عشان نضرب القيادة العسكرية بتاعتهم. لو أذنت لي يا ألف بيك، احنا المفروض الأول نعمل متاريس في الأزبكية وعلى أطراف المحروسة كلها قبل ما نركب المدافع. تمام. أما إذا كان بقى على المؤن والخزين والغذاء فده مسؤوليتي أنا، وأنا هدفع نصيبي في المشاركة. طيب اسمح لنا نبص على المخازن. من اللحظة دي بيتي تحت أمركم. روح معاهم يا ولد. اتفضل. بودي أن أحدثكم في أمر شائك. تقصد دعوة نصوح باشا عند دخوله باب النصر للجهاد في الأقباط والنصارى؟ نعم يا سيد مكرم، فقد تحدثت معه ولكن لم يسمعني، وإنني أشعر بخطر قادم، فالعامة والغوغاء لا يفرقوا بين الصالح والطالح. يعقوب هو سبب بلا الأقباط بخروجه مع الفرنسيين وحربه ضدنا، ومراد بيك سبب بلا المماليك لما تصالح مع كليبر وهرب من المعركة. وبعدين متهيألي انك انت دلوقتي الناس عايزة تهدر دمك حتى لو كنت ضده. أنا اللي مخوفني بس إنه يوصل للعامة إن الصدر الأعظم لم ينتصر على ساري عسكر حتى لا تفطر همتهم. عايزك تثق يا شيخ سادات إن الصدر الأعظم سيقضي عليهم في عين شمس، ونحن سنقضي عليهم هنا. ساعتها سيدخل الصدر الأعظم ونكون قد طهرنا البر كله منهم. ربنا ينصره وينصرنا معاه وريحنا بقى من الكفر الغزاة. لقد أنهكونا وأنهكوا البر كله. أنا عندي سؤال. تفضل يا سيد مكرم. من الذي أوعز للناس في المحروسة أن الصدر الأعظم قد هزم ساري عسكر؟ دخول نصوح باشا أوحلهم بنصرة العثمانية، زادت حماستهم وصارت همتهم للجهاد، لكن مش من المصلحة أبدا إخماد هذه الروح. المصريون قد خرجوا عن بكرة أبيهم يا إبراهيم بيك ولن يرجعهم شيء. أنا كنت بسأل السؤال ده بس عشان أعرف من أشاع هذه الشائعة حتى أعرف على أي أرض نقف. بعدها لك يا معلم يعقوب، ما بكفايان. رايحين فين؟ رايحين على فين؟ مفيش خروج من المحروس. رايحين على فين؟ واقفين كده ليه؟ وسعوا السكة. رايحين على فين؟ مفيش خروج من المحروس. مش انت اللي ولعتوها؟ مش انت اللي رجعتوا الفرنساوية بعد ما كانوا خارجين؟
وسبتونا للخراب وخربتوها، الله يخرب بيتكم. محدش هيخرج من هنا، محدش هيخرج الا بالفرنساويه، يسيبوا البر كله. ارجعوا مطرح ما جيتوا.